صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل تشيكن برياني بأبسط طريقة. التشيكن برياني ليه طرق كتير جدا ووصفات كتير، بس أنا بعتمد الوصفة دي لأن هي بسيطة جدا وسهلة. معانا أول حاجة كوب إلا ربع زبادي، معانا 3 فصوص توم، ونص كوباية مية، معانا كمان معلقتين كبار زيت نباتي، ومعانا كركم، قرفة، بهارات جرام مسالة، هكتب لكم الطريقة بالظبط في الكابشن المكونات بتاعتها، كمون، بابريكا، ملح، كزبرة. هنقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا. ممكن طبعا نحط فلفل حار نستبدله بالبابريكا، طبعا ممكن تعملوا الخطوة دي من بالليل ان هي تقعد اكتر وقت في التتبيلة في التلاجة، وممكن تشتغلوا فيها على طول، بس انا هسيبها شوية لان انا معايا وقت، فانا هسيبها شوية في التلاجة. كده اتأكدنا ان التتبيلة دخلت في الفراخ كلها. هنعمل كمان مع بعض سلطة زبادي لازم جنب التشيكن برياني. اول حاجة معانا كوب زبادي، فص ثوم، معانا طبعا نعناع فريش، رشة ملح، عصرة ليمون، رشة كمون، وبس كده. انا هنا معايا كوبايتين ونص رز بسمتي، انا مش بنقعه خالص، انا بس بشطفه. دلوقتي انا هعمل تكنيك للرز. انا طبعا شطفته كويس جدا، الميه اللي فيه اهم حاجه اللي بتنزل تكون شفافه تماما. وبعدين دلوقتي حطيت معيار ميه كتير جدا اكني هسلق مكرونه، بس انا هسلق الرز نص سلقه، بالاضافه الى شويه منكهات ان انا حطيت قرنفل، قرفه، معلقه كبيره مليانه ملح، ورق لورا، حبهان، هضيفهم في الميه مع مكعب زبده كبير. اول ما الميه تبدا في الغليان هضيف الرز على طول، وهسيب الرز اول ما يبدا يغلي مع الميه تاني. هعمل التايمر لمده 4 دقايق وهصفيه. اول ما الميه تبدا في الغليان اول مره هضيف الرز، واول ما يبدا في الغليان هظبط تايمر 4 دقايق وبعدين هصفيه. انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه بس يتسلق نص سلقه لانه هيكمل سواه مع الفراخ. بعد 4 دقايق اتسلق نص سلقه كده، اطفي عليه واصفيه على طول. وبعدين هنجيب الطاسه بتاعتنا اللي هنسوي فيها الفراخ، هنسخنها كويس جدا، هننزل بالفراخ
طبعا مش محتاجين ان احنا نضيف زيت الاول، لان التتبيله فيها زيت. كده الفراخ استوت تماما. هنضيف دلوقتي الرز. كده حطينا كل كمية الرز. معانا مكعب زبدة وعليه معلقة صغيرة كركم، هنحطه بالشكل ده. ومعانا كمان مكعب زبدة ولون طعام. هنسيبه يستوي، الرز يكمل سواه مع الفراخ. وبألف هنا، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو.